كوكو البنات، صافا كي بقيتو مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده ان شاء الله. اليوم نقدم لكم الفقاس اللي كيجي كما كتشوفوا، كيجي رائع، لا بدون تهراس بدون مبيت، وسهل واقتصادي وخاصه للمبتدئين. ان شاء الله ينجح لكم من اول استعمال. كما كتشوفوا معايا، ما كيتهرس ما والو، وكيجي محمر غزال. غنبداو المقادير على بركه الله. كما كتشوفوا عندي هنايا واحد 2 كيسان ديال العنبه ديال اللوز، درتهم في الماء خليتهم يرقدوا واحد شويه على ما بديت نخدم. عندي هنايا كاس الحليب وكاس جنجلان و6 البيضات وجوج كيسان الزيت وجوج كيسان سنيده. عندي هنايا النافع، واحد المعلقه ديال النافع، جوج خمارات وجوج فاني والدقيق. الدقيق كيبقى على حسب الخليط. كما كتشوفوا كناخذوا هنا مولينكس، كنديروا فيها هاد المقادير تقريبا كامله، كيجي ساهل ما تحتاجوا بدون تعب. كنديروا البيض باش ينسجم ليا، كنخدموا مزيان المقادير باش ينسجم ليا وكيجينا الفقاس ديالنا مفشفش، ما كيجيناش محجر. كيجي رائع البنات. كنسجموا مع بعضياتها. كما كتشوفوا نوضعوا تقريبا جميع المقادير باش نخدموهم مزيان، باش يجينا داك القوام ديال بحال ديال البغرير. هانتوما تشوفوا معايا في لا فيديو. بالنسبه للبنات السنيده، باش تاخذوا العبار اكزاكت، ديروا 2 كيسان ديال العنبه، وهنايا عاوتاني كذلك في الزيت 2 كيسان ديال العنبه ديال الزيت. عندي هنايا كاس ديال الحليب، ولا بغيتو توضعوا واحد المعلقه ديال الماء زيدوها حتى هي. انا راني زدتها غير نسيتها، واحد غير معلقه كبيره ديال الماء. كما كتشوفوا كنوضعوا هنايا النافع وعندي الفاني. وبالنسبه للبنات اللي داروا الزهر بلا ما يزيدوا الماء، اللي داروا الزهر عوض الفاني بلا ما يزيدوا داك المعلقه ديال الماء، صافي الزهر كافي. كما كتشوفوا كنخلطوا هاد المقادير مع بعضياتهم. كما كتشوفوا القوام ديالو بحال ديال العجينه ديال البغرير، كيجي خاتر باش كتنجح لنا العجينه وكتجينا مجعبه. عندي هنايا واحد الكاس ديال الجنجلان اللي كيكون ما محمر ما والو عادي، وعندي كذلك كاس ديال اللوز، 2 كيسان عفوا ديال اللوز ديال العنبه، هما اللي كنكون دايراهم في الماء غير على ما كنحط المقادير وديك الشيء، وكنغسلهم مزيان وكنرقدهم واحد شويه في الماء. لا بغيتو تزيدوا معاه شويه ديال الزهر زيدوه. عندي هنايا 2 خمارات. هانتوما كما كتشوفوا بالنسبه للدقيق كنوضعوه شويه بشويه، وخصو يكون مغربل حتى تنسجم ليا داك العجين مع بعضياتها. وكندير واحد البودان منين كنلويوه كنلقاوه صافي ما كيلصقش لينا، صافي كنحبسوه من الدقيق. المهم انا دخلت هنا تقريبا واحد الكيلو، واش زايد شويه ولا ناقص ما عرفتش بالضبط، المهم تقريبا كيلو. المهم كما كتشوفوا كنستمر انا بهذه الطريقه هذه حتى تنجمع العجينه ديالي كامله، كتولي لنا بحال هذا الشكل هذا. هانتوما كما كتشوفوا كنقطعوا انا كندور بعد العجين. كما كتشوفوا كندور العجينه ديالي ما بين يديا واحد شي شويه، وكنقسمها. انا قسمتها هنا البنات على 5 ديال القطع. نتوما بغيتو ديروا كبر من هكا قسموا على 4. المهم كما كتشوفوا كنحاول نقادو مع بعضياتهم. لا حسيتوا بان العجينه ديالكم مازال كتلصق واحد شي شويه، ديروا واحد شويه ديال الدقيق غير باش كتحيدوا داك اللصقه داك التلصيقه. هانتوما البنات كما كتشوفوا هكا كنبقى نستمر هكا كنلوي بحال كندير شي بودان. كنحاول ناخذ ما بين الجنيبات، نقادو ما بين الجنيبات. والبنات لقيتوا اللوزه في الجنيبات حيدوها وديروها في الوسط باش لا تقطع لكم داك الجنب الاول. هذاك الجنب الاول كنلوحوه وكنحيدوه، ما ملي تقطع لكم ما يجيش فيه اللوزه، تجي في الوسط من الاحسن. هانتوما البنات كما كتشوفوا هنايا انا حسيت بالبودان بدا كيتلصق ليا واحد شويه، درت هنا واحد شويه ديال الدقيق
ونكمل بهذه الطريقه هذه كيجي اسرع واحسن. المهم البنات كما كتشوفوا غنستمر انا بهذه الطريقه هذه. من بعد ما كملتهم كاملين خديت هنا واحد صفر ديال البيضه وزدت عليها واحد شويه ديال القهوه نيسكافي سريعه الذوبان وحركتهم مزيان وبقيت دهنت الجنيبات ودهنت الوسط. المهم ان يتدهن ديالي مزيان، يتدهن الفقاس ديالي مزيان. من بعد خديت البنات واحد الكيردون وكتبقاو تقبوا. هذا السر الاول. كاين جوج اسرار باش كينجح لكم الفقاس وكيجيكم رائع بدون تهراس. السر الاول هو انكم كتاخذوا واحد الكيردون. خديت هنا الفرشيط ديالي وبقيت كنزوق هكا الظهر ديال الفرشيطه وخديتها وبقيت كنزوق البودان. بالنسبه للبنات كناخذ واحد الكيردون وكنبقى نتقب الجنيبات وكنتقب الوسط باش ما يطرطق لياش. هذا سر من الاسرار ديال الفقاس، لان ما تقبتوش يتفرقع عليكم وداك التفرقيعه كتهرس، كتجي خايبه وكتهرس وممكن ان يتشقق لكم كامل. هانتوما البنات كما كتشوفوا كنبقى نحاول نتقب ما بين الجنيبات وكلشي وكنوصلها حتى للتالي وكنولي عاوتاني ناخذ الفرشيط ديالي ونولي نزوق بها عادي. ما كيتخسر ما حتى حاجه. هانتوما البنات كما كتشوفوا من بعد ما طاب ليا الفقاس. بالنسبه للبنات الطياب كديروه على نار مهيله بزاف وما كتخليوش يطيب بزاف، يتحمر يطيب غير من التحت واحد شويه وكتهبطوه للتحت عاوتاني غير يتشمع. من بعد البنات منين كتخرجوه كتخرجوه كتاخذوا واحد الدره كديروها في الماء في الروبيني، كديروها في الروبيني كتعصروها مزيان، كديروا عليها الماء كتعصروها مزيان وديروها عليها وكديروا عليه ميكا. المهم هذا السر من الاسرار ديال سميتو، السر من الاسرار. السر الثاني كتغلفوها بداك الميكا وتخليوها لمده 4 سوايع 6 سوايع. المهم من الاحسن الا صوبتو في الصباح خليوه حتى العشيه باش كيبرد ليكم. خصو غير يبرد ويتقطع في نفس النهار بلا ما تبيتوه بلا ما حتى حاجه. في نفس النهار كيتقطع كما كتشوفوا هانتا كيتقطع معايا انا بكل سهوله. وخاص الموس يكون ماضي من الاحسن يكون ماضي باش يتقطع لكم رقيق وكيجي زوين. من الاحسن يكون رقيق ما يكونش غليظ. كنبقى نستمر انا بهذه الطريقه هذه. هانتوما كتشوفوا وديروا عليه تحتو واحد الخشيبه باش يسهل عليكم التقطاع، ماشي في الرخامه نيشان وحتى ما تاديوش الرخامه ديالكم. كما كتشوفوا كيتقطع بكل سهوله. كنديروا انا في الطبسل ديالي وكنحمرو مزيان، كنولي نرجعوا نحمرو مزيان المره الثانيه وكنقلل له العافيه باش كيتحمر على خاطر حتى داك اللوزه تحمر زوين مزيان. كما كتشوفوا هانتوما كيمين تحمر ليا الفقاس ديالي. هذا كوموند تاع واحد السيده بصحتها وراحتها خدمته لها. شو كيجي رائع البنات وما كيجي مقرمش وكيجيش فتي هكا. وطريقه الاحتفاظ ديالو انكم كديروه في واحد العلبه وتخليوه يبرد مزيان. ومنين كيبرد كديروه في واحد العلبه وكتشدوا عليه ما يدخلوش الهواء كيبقى لكم لمده طويله. تاكدوا انه سيغ اي سيغتان كيجي واعر. كنتمنى يعجبكم لا فيديو وتشجعونا باللايك وتبارطاجيو لا فيديو مع احبابكم وصحابكم. وشكرا على المشاهده ونتلاقاو في وصفه ان شاء الله واحده اخرى. شكرا على المشاهده ديالكم. ماشي عادي.